السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. النهارده زي ما انتم شايفين من العنوان تحدي حاول ما تضحكش. وتحدي حاول ما تضحكش على ايه؟ على تقليد مسرح مصر لمسلسل الاسطوره. هنحاول نتفرج على المقطع ده او المشهد ده من غير ما نضحك. انا النهارده صاحي من النوم واخد قرار مش هضحك، بجد مش هضحك، يعني هحاول على قد ما اقدر مش هضحك. وانتوا كمان العبوا معايا، ولو خسرت اكتب لنا في الكومنت وايه اللي ضحكك بالظبط. تمام؟ يلا بينا بقى من غير ما نطول نبدا على طول عشان المقطع طويل وده بيزود فرص ان احنا نضحك. بس انا مش هضحك. ستريت فيس، بوكر فيس. يلا بينا. دلوقتي معاكم مع مسلسل الأسطورة. دلوقتي رفاعي الدسوقي هيدخل يضرب مين؟ عصام النمر، عصام الجحش، عصام الحضري. تابعونا. الفكره بيعرفوا يشتغلوا كويس في موضوع ان هم بيقلدوا حاجه وكده. هو ده بقى معظم شغلهم حاليا يعني. انا طبعا مش هقيم، يعني ماليش دعوه كل واحد له التقييم الخاص بيه، يعني مش هقيم حاجه. انا كل شغلتي دلوقتي ان انا ما اضحكش. اتفضل يا معلم عصام يا نمر. اتفضل يا معلم عصام. فتحها عليم. المشكله ان في ناس في الجمهور بيضحك وهيخليني اضحك معاه. وجايب شعر على جنب اهو عشان شرير. اتفضل يا الواد امين اخويا فين والبنت سماح؟ يا امين اوه يا سماح. اوه كده هنبدا نضحك بقى. كده يبدا الموضوع يبقى صعب طالما امين وسماح. انت عارفه يا سماح. أنا جعان يا سماح. يا حبيبي بطني وجعاني يا سماح. يا حبيبي كانت كلها هي علاقه مقرفه. هما مالهمش جمل تاني في المسلسل؟ ما تقريبا يا ابني. بس انت يا معلم بلغت عن رفاعي الدسوقي وسوحته. بلغت عنه بس محدش عارف عشان انا شرير. محدش هيعرف عشان امسك عيلته بقى اطيح فيهم بعد كده. بس وطي حسك بس يا معلم عشان رفاعي الدسوقي وصل. ما يجي يا عم انا هخاف منه. وصل اهو اسكت. اوه 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 افتكر اي حاجه وحشه، افتكر اي حاجه وحشه بسرعه. علي ربيع يبقى هيقتلني من الضحك. فكر في اي حاجه، في اي حاجه. فكر في محمد رمضان الحقيقي، اي حاجه. علي ربيع فظيع 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 في التقليد بالذات. ايه يا رفاعي؟ انت جاي من الدولاب على هنا؟ مش حلو الفيلم. يا معلم هو انت مغبي ولا ايه؟ ايه يا معلم رفاعي الدخله اللي انت داخلها علينا دي؟ قول لي ياض يا عصام الفرق بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. مش هضحك برضه، مش هضحك. ما تحاولش. قول لي ياض يا عصام الفرق بين الراجل والست غير الفرق اللي كل الناس عارفاه. طب طلع 5 فروق من الصورتين دول. طب اعرف ما تحته خط. طب ضع علامة صح أو خطأ مع التعليل. شوزة كوركت أرض. ما تنجزوا بقى بدل ما نلم الورق. إيه ده؟ هتسحب أكسجين المكان. ايه الدخلة دي؟ ايه الدخلة اللي انت داخلها علينا ده يا معلم؟ الله، وانا هاجي في دخلة برضه يا روح امك. انا جاي في دخلة وهيشهد عليها ابوك يا محمد يا نيل. ياني ياني انا مش عايز اتكلم عشان الكلام. ده نمر الدم. امشي يابا فتحت لك.
اعملها صايله. امشي. ابوك بيفكرني بابويا الله يرحمه. قعدت معاه اخر ساعتين قبل ما يموت. كان وتد، كان قاعد قايم واقف نازل طالع رايح جاي ناجح ساقط شاكب راكب تقولش شاب في الثلاثينات. حتى عبايته على كتفي وقال لي خليك زي القرد يا رفاق، موزك ما يطلعش براك. فكرتني بجدي عبد العليم النمر. حط عبايته على كتفه وعمل حمام ومشي عادي. الراجل حر كده. الله ده انت عبيط بقى يا دي يعني. ما تقلش ادبك يا معلم رفاعي. كم واحد فيكم ضحك لحد دلوقتي؟ كتير ها؟ ايه يا دي يا عصام انت بتبلغ عني يا؟ ايوه بلغنا عنك يا معلم رفاعي. بس يا بابا فعلا ما بلغتش عن حد ولازم ايه بلغنا عنك يا معلم رفاعي. بس يا بابا. الله ده انت معلم بقى وبتتكلم وانا واقف. ده انت تمسك الشيشه بقى، امسك الشيشه اقعد اشربها بقى. احسن ده حجر حلو هيعجبك قوي قوي. يا رفاعي يا كنافه. اسم كنافه بالمانجا. غير الحجر يا رفاعي. الله ده انت قليل الادب بقى يا ايه؟ اوعى يا قلت لك اللي اوله رنجه اخره فسيخ. من واحد صغير يا معلم رفاعي. بس يا بابا تضربني على الهوا يا رفاعي. مش هضحك برضه. تضربني على الهوا قدام الناس كلها. مش هضحك. انا ارفعها تسوقي. لا لك الساعه 11 الظهر وانت لابس البليزر البيش قدام امك في البلكونه. الله ده انت شفت المسلسل بقى. ما تستكش. بره النص بره النص. مش هضحك. هما اساتذه في الخروج عن النص. اساتذه في الخروج عن النص. انت رقم 10. هو انا ميسي؟ قول لي يلا انا رقم كام يا؟ انت رقم 1. ثقه في اللي انا جاي. محدش هينجح في الدنيا الا انا يا حسام. الموضوع طلع صعب فعلا. ادمت يا ربيع، ادمت يا ربيع، ادمت. ما بقتش تضحك زي الاول. يا معلم عصام خلاص رفعت دسوقي مشي. طب قوم ادفع اشتراك النت. اعتبره دفع. يا خراب اسود يا خراب اسود. عبد الرحمن عامل لامه. عامل اسمها ايه؟ يا واد يا رفاعي. فردوس عبد الحميد. هتوحشيني قوي ياما. ليه بتقول كده يا حبيبي؟ اصل هتقتل دلوقتي. اتفرجت على الحلقه الاخيره؟ يخرب بيتك ما حتى الان انا عامل شغل رائع. انا ما ضحكتش لحق. شفت القلبه دي كفيله انها تضحك اي حد. شاف شكله راضي عني. ايه؟ راضي عني. يلا يا ابني وطي المزيكا شويه مش سامعاك. راضي عني. عبد الراضي مين يا دناي؟ يا حاجه بيقول لك راضي عنه. بس يا بابا. راضي عني. حضرتك انت واخد ايه اعمل لك الدماغ دي؟ هات حبايه طيب. هو الراجل ده شايفني بتقتل وبيعمل ايه؟
اوه ايه ده فعلا في المسلسل كان هو ميت وكان في واحد شغال. مصر هتبقى في حته تانيه. ليه كده يا اشرف عباقي؟ لازم الحته التعريض بتاعتك دي لازم. شايفاه يا راوي؟ ازاي؟ ده غسله فين بصدره ده؟ غسله في مطب يبقى صدقه جاريه على روحه. اي عربيه تعدي تقرا له الفاتحه. قوم يا شمحتك. شمحتك. يلا انا رايح المدافع. يلا يا حبيبي. استنى بس اجيب مرشدير بالبلكونه عشان اجي وراه. ثواني. بيب بيب افتح الكريم. اخويا قتل اخوك يا سماح. انا بقى من اول هنا متاكد اني مش هضحك بقى خلاص. نعم يا اخويا. نعم يا متدلع. اصل فاهم ماليش اعمل ايه بصراحه. انا مالي ومال الباقي، هو انت اللي فوز ولا الباقي اللي فوز؟ انا ما اعرفش بقى. قول بقى كده، قول ان انت رايح لمراتك التالتة يا حبيبي. تالتة ايه يا بنتي؟ احنا لسه في اول 5 حلقات ما اتجوزتش غيرك. بجد يا ناصر يعني انت بتحبني؟ طبعا. طب اخش اشغل وائل جسار واجي اتحزم وارقص هنا؟ وائل جسار ايه ده؟ احنا هنقعد نبكي عليه هنا. طب بلاش، اخش البس القميص الاحمر ولا الاخضر؟ الاصفر ولا الازرق؟ البينك ولا ايوه انا عايز ده والنبي. انت السبب يا حاجه. البيت الحاجه. كنت بتحلى ولا ايه؟ انا اتقتلت يا هبل. اللي قتل اتقتلت غد. اللي قتلني من ظهري. لو كان قتلني من وشي كنت مت برضه عشان الطلق بيعدي في اي اتجاه. عايز ايه مني؟ لازم تجيب لي حق يا ناصر. ازاي انا كيوت؟ مفيش حاجه اسمها كيوت ولا الموضوع صعب فعلا. صعب. مبدئيا كده لازم تجيب بس احنا لي لحد حق. احنا هنخلصه. اول حاجه تحدد دقنك زي ما انا محددها كده بالظبط. شايل لك علبه ورنيش جوه حلو. تتكلم زي ما انا بتكلم كده. كم واحد سقط مننا في السكه يا جماعه؟ كم واحد ضحك لحد دلوقتي؟ انا نفسي اعرف بجد دلوقتي حالا كم واحد ضحك. واي بنت في المسلسل لازم تحبها. واي حد يضايقك اقتله. اي حد. ولو زعلت ما تعيطش الا من عينك دي بس. بيقولوا كل الميمز كل الحاجات الكوميديه اللي انتشرت على المسلسل بقى. انا زود ميه. يلا انا رايح الطرق. انت عارفين لما بيقول حاجه من دي انا بقعد افتكر كل الكوميكس اللي اتعملت عليها على الفيسبوك وكل الكوميكس اللي نزلت وكل التريقات. هو ده اللي بيخليك تبقى عايز تضحك مش المشهد نفسه. انا مش مصدق نفسي يا جماعه. مبدئيا كده بالراحه بس خدوني واحده واحده عشان انا احنا خلصنا التحدي. بصوا يا جماعه 10 دقايق عذاب 10 دقايق عذاب وانا الحمد لله ما ضحكتش. انا شايف ان انا ما ضحكتش. لو انت عندك راي تاني اكتبه بس انا برضو مش هاخد بيه لان انا شايف ان انا ما ضحكتش ودي حاجه نادر لما بتحصل. المهم لو عجبك الفيديو ده شيره. لو عايز تتحدى اصحابك وريهم الفيديو ولو ضحكوا اكتب لنا برضو في الكومنت وما تنسوش السبسكرايب والشير واللايك وفي الكومنت سيبوا لنا فيديوهات تانية لو تحبوا ان احنا نتفرج عليها تحديات تانية حابين نعملها او العاب حابين ان احنا نلعبها. واشوفكم مره تانية. السلام عليكم.